ايه اللي حصل النهارده يا باشا؟ ولا اي حاجه غير ان الاهلي النهارده نزل لاعب ان هو فريق. مفيش لعيب بعينه، مفيش واحد بيجي يقول لك انا اللي نجم، مفيش واحد نازل يجي يقول نازل ملعب يجي يقول لك انا اللي هكسب الفرقه. النهارده الفرقه كلها لعبت مع بعض. احسن مره النهارده تريزيجيه وبن شرقي الاثنين كانوا مع بعض في ارض الملعب، فاهمين بعض، في تناغم، 1 2 بيحاولوا يفضلوا بعض مساحات، بيرجعوا يا جدعان يدافعوا مع فرقتهم ورا. وديت حاجه احنا ما شفناهاش فتره طويله جدا على فكره من الاهلي. فتره طويله من ساعه ما الصفقات المنيله المهببه اللي على دماغ اللي خلفونا ديت جت، اول مره نشوف المنظر ده. في ايه بقى لو نكمل على كده بقيه الموسم؟ هيجرى حاجه مثلا؟ العلم عند الله. هو المفروض مش هيجرى حاجه، يعني هو المفروض ان احنا نلعب كده اصلا. انا اتمنى فعلا ان احنا نكمل بالمنظر ده، واتمنى من تريزيجيه بالذات ان هو يكمل بالمنظر ده، لان انت يا ابني كواليتي عالي قوي. حرام تضيع نفسك بايدك. انت اللي هتزعل والله في الاخر مش احنا. انت اللي في الاخر هتلاقي نفسك قاعد دكه، وهتلاقي في الاخر ان فاضل لك سنتين ولا ثلاثه في الملعب هتقضيهم دكه في الاخر، وهتلاقي نفسك بتلعب، مع احترامي طبعا لبقيه انديه الدوري، بتلعب في انديه ما حدش سمع بيها في طبق اليوم حتى. اتمنى ان انت تكمل بقيت كده، تكمل بالمنظر ده انت ولا بن شرقي ولا اي حد تاني في الملعب. اتمنى انتوا تكملوا يا جدعان بالمنظر ده.